السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خناقة كبيرة جدا اليومين دول بين تقنيتين كل الناس بتتكلم عنها، الشاشات السمارت وشاشات الاندرويد، وكل واحد ليه رأي. ناس بتقول السمارت أحسن وناس تانية بتقول الاندرويد هو المستقبل. بس في الحقيقة إن معظم الناس مش مدركة الفرق أصلا بين الاتنين، وده اللي بيخلي الخناقة دي تكبر أكتر وأكتر. وعشان كده أنا موجود النهاردة علشان نفك الخناقة دي مع بعض ونشوف بعينينا الفرق الحقيقي بين النظامين. بس قبل ما نبدأ خليني أخدك لموقف بسيط كلنا مرينا بيه. في كل مرة تروح تشتري شاشة أكيد سمعت البائع بيقول لك دي شاشة سمارت، وواحد تاني يرد عليك بسرعة لا خد الأندرويد أحسن. وساعتها بتقف محتار، هو يعني إيه أصلا سمارت؟ وإيه الفرق الحقيقي بينه وبين الأندرويد؟ ويعني إيه أصلا كل شاشة ليها نظام مختلف؟ النهاردة مش هنشرح بس الفرق، احنا هنفهم كل حاجة عن النظامين من الداخل، وازاي تختار الشاشة الصح اللي تناسبك وتعيش معاك سنين. يلا بينا مع بعض نفك الخناقة الكبيرة دي ونصلح ما بينهم. اهلا وسهلا بيكم، انا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اولا هنتكلم عن تقنية الشاشات سمارت تي في. سمارت يعني ذكي، يعني الشاشة فيها نظام تشغيل خاص من الشركة نفسها بيخليك تدخل على الانترنت وتشغل التطبيقات زي يوتيوب، نتفليكس، شاهد، ووتش من غير ما تحتاج جهاز خارجي. كمان فيها الفويس كنترول ومشاركة الجوال على الشاشة. كل شركة عندها نظامها الخاص، وأشهرهم سامسونج بنظام تايزون او اس، وال جي بنظام ويب او اس، وهايسنس بنظام الفيتا. الأنظمة دي بتكون جاهزة مسبقا في الشاشة، وده اللي بيخليها سريعة جدا في التشغيل ومستقرة في الأداء. ومن المميزات أيضا كمان فيها مستوى أمان عالي جدا، لأن النظام مغلق ومش بيسمح بتنزيل برامج من بره المتجر، وده اللي بيحافظ على استقرار الشاشة وبيخليها آمنة جدا، لأن الشركات بتقوم بفحصها للتأكيد من خلوها من البرامج الضارة والبرامج الوهمية. لكن في المقابل عدد التطبيقات بيكون أقل شوية عشان تفضل الشاشة خفيفة وسريعة بدون بطء أو تهنيج. نيجي بقى لنظام الأندرويد. الأندرويد تي في، ومشهور بالاسم الجديد جوجل تي في. هنا بنتكلم عن نظام تابع لجوجل، نفس فكرة الموبايل الأندرويد اللي كلنا عارفينها، وده بيدي حرية أكبر، وتقدر تحمل تطبيقات من جوجل بلاي ستور، تستخدم المساعد الصوتي من جوجل، تشبك الموبايل بالشاشة عن طريق الكرومكاست، وتستقبل تحديثات جديدة أول بأول. الشركات الرسمية لهذا النظام وأشهرها TCL وسوني. ورغم أن النظام مفتوح أكتر لكن كمان محمي جدا، لأن جوجل بتوفر له تحديثات أمنية مستمرة اللي بيفحص كل تطبيق قبل ما يشتغل، وبيستخدم نظام بلاي برودكت، ومعناه نظام آمن تابع لجوجل، ووظيفته يفحص التطبيقات اللي بتحملها من جوجل بلاي. لكن في المقابل حسب استخدامك للبرامج اللي بتحملها على الشاشة، لأن في برامج ضارة ووهمية كتير، وفي برامج غير مرخصة واللي بتتحمل خارج متجر جوجل بلاي. يعني باختصار السمارت نظام مغلق وسريع ثابت وآمن جدا، والأندرويد نظام مفتوح مرن وآمن هو كمان بفضل جوجل. والنظامين بيكونوا هدفهم واحد، إن يحول التلفزيون لتلفزيون ذكي يقدر يدخل على الإنترنت. الخلاصة الاتنين أنظمة ذكية وحديثة، لكن الفرق الحقيقي مش في الأمان ولا السرعة، الفرق في طريقة الاستخدام اللي تريحك انت. لو بتحب البساطة وسهولة الاستخدام السمارت مناسب جدا، ولو بتحب الحرية التطبيقات الكتير والتحديثات الأندرويد هو الأنسب ليه. وفي النهاية التكنولوجيا مش منافسة بين أنظمة، دي رحلة تطور، وكل نظام فيها ليه طريقته الخاصة وجمهوره. المهم انك تكون فاهم، مش تمشي ورا الاسم او الدعاية. بعد الفيديو ده لما تروح تشتري شاشة مش هتسأل حد السمارت ولا الاندرويد، لا انت اللي هتكون اللي بتشرح الفرق للبائع بنفسك. وقول لي في التعليقات انت شايف نفسك فريق السمارت ولا الاندرويد. ما تنساش تشترك في قناة عالم التكنولوجيا عشان دايما تكون سابق بخطوة في عالم بيتغير كل يوم. ولسه مكملين في سلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة، وأتمنى المتابعة والاشتراك في القناة
عشان يوصل لك كل جديد.